مساء الخيرات للجميع، أتمنىكم على أفضل حال. سعيدة جدًا بأن أطل عليكم من خلال هذا الفيديو لأشارككم خبرًا توصلت به هذا المساء، وأسعدني كثيرًا واقع الحال. هذا الخبر هو مشروع اشتغلنا عليه لمدة 3 أشهر، وكنت متحمسة جدًا من أول لحظة. يعني قررت خوض غمار هذه التجربة التي سأعلن عنها بعد قليل. كنت منذ أول لحظة أود أن أعلن عن الأمر وأن أشاركه مع يعني المتتبعين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والآن حان هذا الوقت. أتحدث هنا عن إصدار أول ديوان شعري لي بعنوان أقاصي الروح. هذا الديوان يضم مجموعة من القصائد النثرية، والجميل فيه أنه يجمع بين كل من التشكيل والشعر، على اعتبار أن كل قصيدة تحاكيها أو تعبر عنها لوحة تشكيلية من إبداع ورسم الرسامة نسرين المخفي المقيمة ببلجيكا، والتي أريد أن أستغل الفرصة لأشكرها كثيرا على رحابة صدرها وصبرها وتفهمها لملاحظاتي، وعلى يعني مقدرتها ومحاولاتها كما قلت يعني محاكاة بعض أو أبرز المعاني التي جاءت في كل قصيدة من قصائد هذا الديوان. كما لا تفوتني الفرصة طبعا لأشكر الفنانة التشكيلية العراقية هيام الموسوي، صاحبة يعني لوحة غلاف هذا الديوان، وهي لوحة جميلة جدا. طبعا لاحقا سأشارك معكم الديوان ويعني على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الديوان يتحدث يعني حول تيمة أساسية أو موضوع أساسي، ألا وهو تأثير أو وقع الأحداث التي يعيشها الفرد في حياته على روحه، وكيف أننا نخطئ حين نعتقد بأن فقط للوجه تقاسم ويعني وملامح، إنما واقع الحال أن لأرواحنا أيضا ملامحها الخاصة. وكما نعلم جميعا أو كما يعلم معظمنا أن ما نعيشه على المستوى النفسي والروحي ينعكس بشكل مباشر على وجوهنا. فيركز بشكل كبير جدا الديوان على هذا الموضوع. معظم القصائد هي عبارة عن مونولوج، وبعضها الآخر يطرح يعني تساؤلات. طبعا لن أتحدث كثيرا عن هذا الموضوع، عن مضامين القصائد، حتى أترك لكم الفرصة لاكتشاف الديوان. طبعا وأنا أتحدث معكم الآن تخطر أو تحضرني مجموعة من الأسئلة، وكأني أسمع أحدا ما يطرحها علي. أول سؤال أريد أن أجيب عنه هو لماذا تقومين بإصدار ديوان شعري في هذا العصر الذي يتميز بالسرعة يعني القارئ لم يعد لديه رحابة صدر، ولم يعد صبورا حتى لكي يقرأ ولكي يطلع ويريد المحتوى السريع في مدة قصيرة جدا. و أجيب بأنه لست من أنواع الأشخاص الذين دائما ما يقومون أو يقدمون ما يرضي كل الناس. أعلم جيدا بأننا حين نكتب لا نكتب فقط لذواتنا ولأنفسنا، نحن نكتب عن الآخر. حين أقول عن الآخر، الآخر الذي ربما نشتهي أن نكونه، الآخر الذي ربما نريد ونطمح إلى تغييره فينا، والآخر الذي يشبهنا، والآخر الذي لا يشبهنا، والآخر الذي نتطلع إلى أن يتعرف علينا ويقرأنا بطرق مختلفة. وهذا مهم جدا. وددت ذكر هذه النقطة لأنه طبعا لست هنا بصدد إعطاء نصائح أو أي شيء من هذا القبيل، لا أعتبر نفسي أهلا لذلك. لكن ما أريد قوله على وجه التحديد هو أن على الفرد أحيانا أن يقوم بما يحب، لأنه في مرحلة من المراحل ما يستمر مع الإنسان مهما كانت الظروف،
حتى وإن كان وسط عائلته، حتى وإن كان وسط ما يعني يتواجد مع من يحب، وسط أحبابه وأصدقائه. ما يستمر مع الإنسان هو تلك الهوايات الصغيرة التي استطاع أن يحافظ عليها رغم مشاغل الزمن والحياة إلى غير ذلك. فلهذا السبب لم أهتم كثيرا لهذه الفكرة، لم تحبطني حتى. يعني لنقل وقائع أن ليس كل الناس تهتم بقراءة الشعر إلى غير ذلك، لأنه في المقابل هناك فئة كبيرة جدا، أنا أراها كبيرة لا أعلم وكثيرة، فئة تحب الاستماع للشعر وقراءة الشعر وكتابة الشعر والاستمتاع بالشعر. لأن الشعر هو، أنا بالنسبة لي حين أكون بصدد كتابة قصيدة معينة أشعر وكأنها لحظة من لحظات العبادة بشكل أو بآخر. لها قدسية خاصة، لها طقوس يعني خاصة. والشعر هو طريقة من الطرق للتواصل مع نفسك ومع روحك ومع الكون. فلهذا السبب يعني لم أتردد في إصدار أول ديوان شعري لي، وبالعكس أتطلع لإصدار دواوين أخرى إن شاء الله في قادم الأيام. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني والذي سأعلن عليه الآن هو أنني قمت بإصدار هذا الديوان الشعري في صيغة PDF. لماذا PDF؟ صحيح ربما لأني أكتب الشعر ولأني أشعر بأن هناك جانب فني بداخلي وبشخصيتي، فأنا نوعا ما حالمة، ولكن في نفس الآن أنا حالمة بقدمين ثابتين على الأرض، بما معناه أنه أنا أيضا واقعية. أعرف جيدا بأن إصدار ديوان شعري في الصيغة الورقية كيف أقول، لن يكون خطوة يعني لن يكون خطوة تساعد على يعني تشجيع الناس على قراءة ديوان شعري واقع الحال، لأن يسهل أكثر على القارئ ليس فقط المغربي أو المغاربي، القارئ العربي بشكل عام، أن يطلع على ديوان شعري على صيغة PDF، لأنه يصل إليه بسرعة، يصل إليه في أي مكان بدون جهد بدون عناء. فبالتالي نحن مع أن يعود القراء لقراءة الشعر مع يعني بطريقة سهلة لكي نسهل الطريق عليهم أيضا. فبالتالي جاءت فكرة PDF. واقع الحال لم أكن أبدا أنوي إصدار الديوان الشعري في صيغة PDF، كنت أنوي الانتظار مدة أطول كي أصدره في صيغة ورقية، وسأفعل لاحقا إن شاء الله. لكن قلت لما لا، هي أيضا خطوة جيدة. ليس من العيب أن يعني يستفيد الإنسان من التكنولوجيا بالطريقة التي يراها إيجابية. والPDF يسهل كما قلت في مرحلة سابقة، يسهل وصول أي كتاب إلى عدد أكبر من القراء. إذن هذا كل شيء. وطبعا أنا أريد أن أقول قبل أن أنهي هذا الفيديو بأني سعيدة جدا بمشاركتكم هذا الخبر، وأتمنى من كل شخص يقرأ هذا الديوان أن يستمتع به. وأريد أيضا أن أقول لأي شخص يشاهد هذا الفيديو، إذا كنت تمتلك أي هواية تحبها حافظ عليها قدر الإمكان، وحتى وإن كنت يعني نسيت أو أهملت هذه الهواية عد إليها، مارسها وحافظ عليها، لأنها في وقت من الأوقات ستصبح متعتك الأولى أو من بين الأشياء التي تحقق لك المتعة والسعادة. وأنا أتحدث إليكم أمسك بيدي مجموعة من الأوراق، وددت مشاركتكم هذا الأمر. هذه شهادة تقديرية تعود لسنة 2012 حين شاركت في مسابقة أدبية للشعر والنثر بثانوية ابن زهر بوزان. طبعا أنا أذكر جيدا هذه اللحظة، وأذكر حتى يعني ما كتبت لم تكن قصيدة بمعنى يعني القصيدة التي نعرفها، لكن
إيمانك بما تحب وحرصك على تطوير نفسك وعلى يعني الاهتمام بما تحب يساعدك لاحقا على تحقيق ما تريد. أيضا أريد أن أشارككم أنه في وقت من الأوقات كنت سأقوم بإصدار ديوان شعري. كنت أعتقد لازلت بالسنة الأولى من الجامعة بتطوان، وكان الديوان يحمل عنوان ستائر ذاكرة. وستائر ذاكرة بالمناسبة هو عنوان واحدة من القصائد في ديوان أقاصي الروح. أيضا هنا معي ذكريات جميلة واقع الحال وددت مشاركتكم إياها حتى أقول لكم بأن من يحافظ على هواية يحبها منذ الصغر أو من يحاول أن يعود إليها يعني لن يندم. كنت أكتب وأنا طفلة مجموعة من القصص القصيرة أذكر جدا هذه يعني أنا احتفظت بها. هذه بعنوان البحث عن هوية، هذه مثلا ابتسامة دمعة، وبالوالدين إحسانا، نداء الحب، وعفوا، وعرس سعاد. أحتفظ بهذه لنقل الأعمال لأنها حين أعود إليها وأقوم بفتحها والاطلاع عليها يعني تمدني بشعور غريب جدا. فحافظوا على ما تحبون من هوايات، وشاكرة لكم على متابعتكم لهذا الفيديو. لا أريد الإطالة أكثر، ونلتقي إن شاء الله لاحقا في فيديوهات قادمة مع مشاريع أدبية وفنية لم لا إن شاء الله. إلى اللقاء، لكم مني كل المحبة وكل التقدير، وأود أن أقول شكرا جزيلا من كل قلبي لكل شخص يتابع هذه القناة التي أنا شخصيا أعتبرها ان سي في فيرتوال وأشارك فيها ما أحب. فشكرا لكل من يترك تعليقا يعني راقيا يشبهه، وشكرا لكل من يتابع هذه القناة، ومحبتي لكم دائمة. إلى اللقاء.